الشرك بأبسط ما يكون، مواده طبعا متوفرة بكل بيت، بالعجينة السحرية. هاي العجينة جوكر والله العظيم، على كثر ما هي ضابطة بكل شي. 4 أكواب طحين، حجم القلاص يعني الكوب اللي تستخدمه هو نفس اللي تقيسون بيه الطحين والماي. زين أنا هنا شوي استخدمته كبير لأنه أريد كمية ماي. المهم 4 كوب طحين، 4 خواشيق شكر، 4 خواشيق حليب، خمرة خاشوقة ونص إلى خاشوقتين. زين وملح نخلطهن كل زين. من بعدها راح أضيف قلاص الماي. طبعا هنا ضفت القلاص الأول خلطت، بعدين ضفت النص. من عجنتها وصارت عندي بهذا الشكل، زين عم بس ألمها شوية، راح أضيف الزيت ومقداره نص القلاص. احنا اتفقنا انه القلاص نفسه اللي نقيس فيه الطحين والماي والزيت. هنا عجنتها وراح اخليها ترتاح وتاخذ راحتها. زين من بعد ما ارتاحت اختمرت يعني، راح ابدي اشكلها، والتشكيل يعني بكيفكم. انا عندي هاي اسهل طريقة، انه اخذ شوية افتحها من النص واخليها ترتاح. سر نجاحها من تختمر وتشكلونها لازم 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 تخلونها ترتاح اقل شي 3 ساعة او نص ساعة، يعني هاي اقل شي. طبعا هنا ضعف حجمها. ايش راح اسوي؟ هذا الشي اختياري، يا اما اذا ما تحبون البيض خاف تقولون زفر او شي، بس هو مو زفر، اذا تخلوا له شويه خل ابيض او فانيليا. دهنونه بحليب. اوكي. هنا انا خلطت بيضه ودهنت الوجه، وراح ادخلها الفرن. الفرن لازم يكون شني النار مالته وسط، يعني لا هي حارة ولا ناصية كلش، والفوق النار الفوق والجو مشعولات اثنيناتهم. ومن بعد ما دهنتها بالبيض راح ارش هنا عليها سمسم. السمسم انا محمصته قبل بوقت يعني، وراح ارشها وادخلها للفرن. وهذا الشكل النهائي. طبعا الطعم ما احكيكم، انتم جربوا حكموا. ويفيتهم للمدارس، جاي اخليهم للمدارس احشيه حتى بجبن او اي شي مثل هم يحبونه وياخذونه وياهم. تشوفون المنظر مو مال قلاط شاي مهيل حار زين، وتخلونه عصرية وتقعدون تاكلون. وهذا الشكل من الداخل شوفوه عبارة قطن. طبعا هاي العجينة مثل ما قلت الكل المعجنات تفيدكم. ولهنا نقول سهمكم العافية.